السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. بما ان الدنيا مطرت يبقى لازم نعمل قلقاس. القلقاس بالخضرة او القلقاس بالسلق. النهارده ان شاء الله هنعملوه بطريقه سهله جدا وبسيطه، وسر اللون الاخضر الجميل هنعمله باللحمه الضاني، وان شاء الله يعجبكم. لو اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كل، واللي انتوا من حبايبي على القناه ما تنسوش اللايك، ويلا بينا على المقادير. اول حاجه في المقادير هي طبعا هعمل ايه، ان احنا هنعمل نسلق اللحمه. معايا كيلو من اللحمه الضاني، او طبعا لحمه كندوز زي ما انتوا عايزين. ومعايا بقى للسلق عشان لازم نعمل شوربه تكون او مرقه تكون قويه جدا. عايزين جزرايه معايا، اللي انا ماسكاه دي واحده من القرنفل، ومعايا طماطمايه، ومعايا كمان 2 بصل صغير، ومعايا ورق لورا. لازم الشوربه بتاعتك تكون طعمها حلو عشان خاطر تطلع لنا قلقاس حلو. في حله على النار فيها ميه، هجيب بقى معايا البصلتين وهحط كمان الجزرايه هقطعها كده. طبعا طريقة سلق اللحمة، في ناس بتشوحها، بس الضاني يعني في ناس بتحط توابل وفي ناس بتحط حاجات كتير، بس لازم طعم الضاني يطلع. محبين الضاني هيبقوا فاهمين قصدي ايه. في ناس ما بتحبهاش بتحط قرفة وبتحط حاجات، طبعا كل واحد على حسب راحته. بس دي الطريقة دي بتطلع مرقة جميلة جدا، وكمان بتطلع لي طعم الضاني لذيذ كده ومفهوش اي حاجة من اللي بتضايق يعني بعض الناس. دلوقتي بقى بعد ما حطيت كل الخضار اللي معايا وكمان التوابل الصحيحة دي، حطيت نص معلقة من الفلفل الاسود كمان، وما حطيتش الملح خالص. اول ما عملت الطبقة البيضة دي شلتها خالص لحد ما ادتني المرقة تبقى شفافة كده زي ما انتوا شايفين. ضفت كمان الطماطمية في الاخر خالص. الطماطمية دي بتديني لون حلو قوي للشوربة، وكمان بتبقى لونها حلو جدا في القلقاس. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض القلقاس، او هقول لكم الطريقه ازاي. جبت القلقاس غسلته، وطريقه غسله بغسله الاول بميه ساقعه، بعد كده بميه سخنه، بعد كده بغسله بملح. اول ما بحط الميه السخنه والملح بيشيل اي تلزيق فيه خالص، زي ما انتم شايفين ما فيهوش غير حاجه بسيطه خالص، وده طبيعي في القلقاس. دلوقتي بقى صفيته، ومعايا الخضره، معايا السلق، ومعايا كزبره، ومعايا توم. السلق الصراحة أنا في ناس بشوفها بتعمله بتموته. طب وليه بتضيعوا كل القيمة الغذائية اللي فيه؟ ده هو بيتعملش، احنا مش بنعمله غير في القلقاس بس. طب أنا عايزة استفاد بيه كله، هعمل ايه؟ أنا ولا هسلقه ولا كمان هعمله احمره. الطريقه دي يعني والله العظيم هي سهله وكمان مغذيه جدا، لان بتستفادي بكل حاجه فيه. قطعته زي ما انتم شايفين كده بكل حاجته، يعني ما خدتش حتى الورق بس وسبت العيدان، لا انا خدت كل سوري، العيدان او الاعواد بتاعته دي اللي من فوق، وهو كله على بعضه. يا دوبك غسلته وشلت اول طروف بتاعته وبس. ودلوقتي بردك الكزبره عملت فيها نفس الحكايه، بس شلت شويه صغننين من العيدان بتاعتها وقطعتها بردك كده. هقول لكم دلوقتي هعمل فيهم ايه عشان يديني كمان سر اللون الاخضر الجامد اللي ما يسودش منك خالص لحد اخر لو قعد معاكي لتاني يوم. دلوقتي بقى انا هدق التوم في الهون، يعني يستحسن في الهون، بلاش الكبة او بلاش يعني المفرمة الصغيرة. بتدي طعم احسن لما بيبقى دقينه في الهون هو والكزبرة. يعني الكزبرة بالثوم في الهون ندقوها. ده بقى حطيته زي ما هو كده ني، ما ولا عملت فيه اي حاجه خالص. يا دوبك بس قطعته زي ما قلت لكم، نغسله كويس ونقطعوه، ولا هتسلقيه ولا هتستعملي حله تانية او كسرولة ولا اي حاجه. حطيت بس شوية ملح على الثوم والكزبرة عشان يدقوا معايا كويس. وده بقى ممكن نص كوباية مية زي ما انا عملت، او ممكن تحطي شوربة. الصراحة انا حطيت مية لاني ما كنتش عايزة احط شوربة. دلوقتي بقى دقيتهم وده ضربته في الخلاط زي ما انتوا شايفين، عطاني لون تحفة. دلوقتي بقى هنبتدوا نعمله القلقاس. جبت بقى شوية شوربة او كمية الشوربة اللي انا هعمل على القلقاس، حطيتها بقى في الحلة. اول ما غليت معايا نزلت بالقلقاس بتاعي زي ما هو كده على طول، ما حطيتش قبله اي حاجه خالص. اول ما غلى معايا اول غلوه او غلوتين بالظبط، ورحت منزله عليه السلق اللي انا ضرباه في الخلاط زي ما هو، ولا صفيت ولا عملت اي حاجه. زي ما هو كده، بس تضربيه ضرب جامد عشان ما يبقاش فيه حتت كبيره. زي ما انتوا شايفين اللون تحفه بجد، والطعم اقسم برب العزه جميل وحياه ربنا.
أنا الطعم دوّة يعني أحلى طعم دُقته. أنا باشوف في ناس صراحة بيطلّعوه أسود وطعمه محروق جدًا، فيعني ليه الحاجة يعني ربنا عاطينا حاجة خضرا في وقت إحنا على طول مش بناكلوها، فليه ادّي لولادِك الحاجات دي. حطيت بقى التوابل عادية جدًا، ملح وشطة وفلفل أسود. دلوقتي بقى هاسيبه على نار، يعني حطيته على نار تانية، على عين تانية، يعني يغلي لحد ما يستوي بقى عادي خالص معايا القلقاس. ودلوقتي حطيت معلقة سمنة في مقلاية صغيرة، وهانزل عليها التوم والكزبرة الخضرا اللي إحنا دقيناهم في الهون مع بعض. هابتدي إن أنا أحمّر فيهم كده، ومعلومة صغيّرة أو ملحوظة صغيّرة، لو أنتم هتاكلوا القلقاس في وقتها، يعني هتقدّميه في وقتها، تسوّيه سِوَى كامل. مش هتقدّميه في وقتها، ما تسوّيهوش سِوَى كامل، خلّيه نُص سِوَى عشان ما يتهراش منِّك عند التقديم. دلوقتي بقى أول ما خلاص القلقاس استوى معايا، أو يعني 3/4 سِوَى، نزلت بقى زي ما أنتم شايفين التوم بالكزبرة اللي إحنا حمّرناهم على حلة القلقاس شايفين لونه ما اتغيّرش مع إنه غلا، بس ما اتغيّرش برضه، لونه تحفة جدًا، هيفضل معاكم كده حتى لو تاني يوم قعد معاكم لتاني يوم، بتاكلوا فيه على يومين هيفضل معاكم بنفس اللون. أعطيت له غلوة بعد ما حطيت عليه الكزبرة والتوم، وبعد كده طفّيت عليه وقدّمته، في منتهى الجمال إن شاء الله ويعجبكم بإذن الله. طبعًا تقدروا تعملوه على شوربة فراخ أو شوربة بَط، شوربة أي حاجة بنفس الطريقة، هتطلع معاكم إن شاء الله تحفة. جرّبوها ومش هتخسروا. طبعًا إحنا ولادنا وإحنا نفسنا محتاجين كل فيتامين، أو كل أي حاجة مغذية في الخضرة لازم إن إحنا تدخل جسمنا. فشايفين لونه، شايفين جماله بعد ما قدّمته وخلّصته مع شوية رز بالشعرية وشوية مخلل، تحفة جدًا. يا رب إن شاء الله يعجبكم، وإن شاء الله لو في أي سؤال سيبوا لي comment وأنا هارُد عليه بنفسي زي ما أنتم متعودين. إن شاء الله الوصفة تعجبكم، وزي ما قُلت لكم لو أول مرّة بتشوفوني يا ريت تسيبوا لي comment فيه ترحيب كده للقناة، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل. وكمان لو أنتم من حبايبي على القناة وصحابي تحطوا لي like وشوية تشجيع منكم، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.